زي الحين عندك وادي خلبة. خلاص مبقين على ضبا إلا شيء بسيط، والوادي كبير. طيب يعني ما شاء الله تبارك الله، زي عندك ضبا يميزها المينا. يميز كمان ضبا انها مركز انطلاق لتبوك او لعمان او لمصر. ضبا يا ضبا، خلاص ما بقينا شيء على ضبا. مخرج هذا رجعة ولا محطة دي؟ رجعة. وش هذا؟ والله سكن. هذا سكن القائمين بالمشاريع اللي هنا. هذا ولا شيء، ما شفت شيء قدام جهة بعد ضبا يعني. وانت طالع من ضبا شوف عاد المشاريع كيف هنا يعني نوعا ما تبان، لكن هناك باينة قدامك. وادي المارة عاد زانت الأجواء، شوف زانت الأجواء، وما يزين الأجواء غير السحب. سبحان الله. ولو تكمل كمان ويهدي الهواء تضبط الأمور. شوف الجمال، شوف الجمال ما شاء الله. صلينا العصر والظهر، خلاص ما نلقى شيء على باقي 35 كيلو صح. في معلم هناك ايش هو والله اعلم. شوف في دوريات هانت. يعني أنا اللي مستغرب منه ليش 20؟ أحس الجو بارد و20. قلت أنا أشوف هذا المبنى اللي أقول أنا صدق والله في ناس جوا تدخل. مبنى تاريخي. طريق الساحل بصفة عامة دافي، هذه نعمة الحمد لله. لكن البرد فعلا البرد، هي العلا وتبوك حايل يعني هذه تعتبر الآن صقيع باردة، لكن على امتداد الساحل كان دفا. حتى في عز الشتاء الأمور طيبة، بس مجرد ما تلف كذا بس يجيك عاد البرد المفروض. شوف الأجواء ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا على الساحل شوية في الليل، يعني جهة البدع والبدع هذه هتكون أقل شيء 9-8 على العشاء. المهم الواحد مزهب حاله للبرد وما في مشكلة. اللي ساعد كثير صراحة في القفازات اللهم صل على محمد القطع دي الحرارية دي،
والله أشوفها ممتازة جدا، مسوية شغل مضبوط مضبوط مضبوط. صدق عاد يبغالي أمر الصيدلية. رحال راح علينا منظر البحر عجيبة، بس ما شاء الله منظر البحر الوادي، يا سلام سلم. باقي 15 كيلو على ضبع، شمس لسه ما غابت، يصير نتعيش هناك ونخلص ونمشي، وعاد من هناك من البدء نشوف الوضع كيف. يا استمرينا على جبال اللوز يا نبات في البدء. نحن دخلنا ضبع الحمد لله الحمد لله. كويس دخلنا، باقي شرطتان ما دعسنا كثير، ماشيين على مهل من اليوم. شوف الوادي، شوف البحر، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا قيم السفر. هذا كان جديد الجامع، ما سبق شفته على جياتي ضبا، ما شفته ما شاء الله. كثرة البشر، ما كان فيه العمران ده. شوف على امتداد 20 كيلو هذه كلها بنايات ومساكن ضباء. هذا لسه مو صنع، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله تغير عليه مكان. شوف ما تحس انك ضبع. يا رب يا رب بعد الوقفة ذي فجأة انه عنده احمر، لا عنده ازرق حتى ما عنده. انا اشوف عنده احمر ولا لا، ما تدري، كله عشان اشوف عنده احمر ولا لا، ولا طلع عنده احمر. خلاص صيدلية الدواء والأمور طيبة. الدواء شو سدة، اوه ايش جابني من هنا؟ حلويات بس كويس. طيب يا حبيب، يشكك المكان. هنا شوف الخدمات البحرية، شوف ما قلت لك صارت الوكالات في كل مكان، كل ما تروح مكان وكالة، كل ما تروح مكان وكالة. عارف والله عاد في سمك هنا، لو نوقفنا كان أحسن لنا، بس يمكن تحصل أفضل قدام. هذه حق الضب الشمال، اللوحة اللي هناك
محطة يا ولد، محطة، ومحطة الصيعري يتعداها بعد حبي أو شي. خلص من البنزين وبعدين تعيش براحتها. ايش في ذا؟ تعشينا بهالمطعم. أكله طيب. طولت والله، طولت بالحيل. صليت، تكيت وتلفونات. قلت خلاص ما دام انه ظلم الليل ما في فايدة، اروح على مهلي يصير. هي اللي كلها باقية 3 ساعات. خلاص اللي حددته هو الزيتة، يصير نريح في الزيتة، لأن الزيتة أنا شفت إنها أقرب شيء جبال اللوز، أقرب شيء، يعني 40 دقيقة وأنت فوق. وأنا كمان مخيم، فعلشان أضف أغراضي والدنيا دي يبغالي أقل شيء 3 ساعة، مع البرد الصباح أديها 40 دقيقة، 45 دقيقة، ساعة إلا. الشغلة تاخذ وقت، فقلت أفضل إني أقرب عند الزيتة. يصير خلاص من هناك قريب نطلع على طول. وبسم الله. يا دوبك ما تكملوها. في قهوة عربي هنا، مسكت قهوة عربي وكليجة ولا تمر. والله عاد شيء ثاني. هنا قهوة مختصة، ما في ديوانية. اللي يعرفوا ان هنا غرديز وقهوة مختصة. هذه البلاغة. خلينا نشوف يمكن عندهم شيء. لا هذا نادي، القهوة مقهى. ايوه مقهى، هذا كزنة شيش. قهوة المسافر هنا. يا رجل ما عندهم شيء، امشي يا هيرفي. روح لقهوة المسافر وخذ من عندهم. مهيلة الساحل، سبحان الله. هيا شوف خارج، شوف لك خارجة الحين، شوف لك خارجة. مهيلة الساحل. يا بشر، والله عاد كان نفسي في القهوة، فبرجع ما في رجعة، دور اي منفذ ما في.
شكني ساهر من قدام، ما هو عارف اني ما عندي لوحة. ما عندي لوحة أمامية. اي شوف اللفة وين. اي شوف اللفة، والله سفر. برجع يا شيخ، والله عاد خرمت قهوة وما في قهوة قدامك، ما تضمن الديار اللي قدام، هذا اللي تضمنه. يبغالك دعس دحين. والله عندي قهوة مضبوطة. اللي كنت ابغاه قهوة، الرجال ما قصر، حط لي تمر. بعد حفلات هنا، حفلة خاصة اني تطلع مع المينا زي هذه، مع المشاريع. امتحان في كل مصر. ما شاء الله يا مشاريع، والله ما في إلا قوة مشاريع. والله على ما مشيت كباري، على حديد، على كله. المصري على مهله، عبى ديزل ومشي. يا رجل قبل شوية بدخل المحطة، طلعت من ضبا بدخل المحطة فيها، يعني ما تدخل، يعني مخلينك مكان ضيق زي هذا كذا عشان تدخل فيه تروح تعبي. اصلا المحطة ما هي باينة. ممكن تسمح لي بعد اذنك يا باشا شوية كده؟ ما فيش. طيب كده يسار؟ ما فيش. يقول لك انسى. بس كويس عاد، ما شاء الله تبارك الله. خذ من التريلات المصرية هنا. ما شاء الله. خلاص يعبي دحين، عبى ويروح إلى المينا. قماري والله عاد خذ مشاريع هنا اصلا مشاريع من بعد ضبا، بس تبغى المشاريع الصح من بعد المينا حق ضبا، وانت طالع يمين ويسار والصباح خاصة، يا بتشوف شحنات عجب مع الطريق. اصلا ما عدم الطريق غيرهم. هو لو يسوون 3 مسارات افضل، يصير المسار الاخير ذا لهم، وهذا الاثنين دي المسافرين. شرمة هنا، شوف هذا شرمة صح؟ لا هذه البدع 90 كيلو. شرمة هنا ونيوم، هذا اللفة حقتها. الفكرة انه لو جيت بدري كنت باخذ لفة على الشاطئ. هذه اللي احنا فيها قيال. عدينا على المطار، مطار خليج نيوم قبل شوي. كل ما تمشي مشروع، كل شوي مشروع يمين يسار مشروع.
الساحل. قماري يا ولد، قماري. يا سلام يا سلام، بس والله برد، بغيت الحق والله برد. هذا هنا برد شوي. كيف وصلنا البدر وتعدينا دخلنا على الزيتة ولا شرم، مو شرم، الشرف. تشوف البرد على ودنه، البرد اشتد. لا اله. لا والله شغل بنك يا رجل. رستورانت، ايش اللي ريستورانت عنده شباتي ولا؟ ريشيو كسبها وجا جنب البيت، ما شاء الله عليه. الدنيا مسكرة صلاة، خلاص سروح قدام. أنا لو هذا وادي شرم، محطة. اوه ايش ذا شوف الزحام، شوف الزحام. إدريس، سؤال، هذه محطة ولا جلسات؟ ياهو، وش الآلية هنا؟ وش الآلية هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شغل خارجي. رهيب إدريس، حركات والله، جلسات تروح مع البدع، توكل على الله. عاد حلو البدع، حلوة ولي ذكريات معاه. 14 لسه ساعات الضبط هنا. الظاهر انه مقنع، صح؟ وآثار شعيب هنا في لفة، مقنع آثار شعيب. لا هذه قدام، لا هنا حي الورود. أكلت عند أقدم بوفيه في البدع، 26 سنة، حتى اللوحة قديمة يا رجل. كان عنده طعمية يا شيخ، كانت الطعمية حقته ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كويس، ترزق الله. بس أول هذا سمعته ما شاء الله تبارك الرحمن. هيا ضيعنا الطريق. كبرت البدع ما شاء الله. البدع القديم ذا. سوق وحركات. هذا البدع القديم، زي كذا، زي حقل، نفس النظام. شوف الحمامات كيف، ما شاء الله يا اخي. هذا الشيء اللي يعجبك يا شيخ، هذا التصاميم دي اللي تعجبك، صح؟ مع انك حمام الله يكرمك.
بس المنظر يا اخي له دور، الديكور له دور يا اخي، يفتح النفس. اوه يا القماري. هذا جبل اللوز، بس في الليل ما هو واضح. شوف السحاب وفي لمبات فوق. صقيع ذهين فوق. ايه تخيل يجيك مطر. ايه دورة مياه. هذا طريق جبل اللوز. اقول لك نروح للزيتة، محطة، لانه هنا لا في محطات ولا شيء، عارف. اتوقع يعني رايحة جبالة اللوز، هذه هي. والله يا سحابة قوية، شوف. وفعلا توقعات ثلوج اليوم الصباح على جبال اللوز. أقرب محطة في الزيتة، آخذ منها لزوم العيشة، لكن نزلت ويمين بالله يا ثلجت والله والله يا برد يا لطيف يا هو جميدة يا لطيف يا لطيف يا ربي رحمتك. هذا على مشارف جبال اللوز. الظاهر والله باين انه ما عندك احد. ما في غير مراكز وتمسجد، ما في. خلينا نروح لخوينا. أنا في بداية جبال اللوز. درجة الحرارة الآن 3، الساعة 1:30، 3. المتوقع -2. الله يمين. وباين في سحب فوق، في توقعات انه في ثلج، بس ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير. تخيل وانت نايم هنا ولا الدنيا دي هذه كلها ثلوج.